هو انت ازيك يا شيكا، عامل ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا يا مش كنت مشيت من النادي وهربت؟ عايز ارجع العب تاني يا كابتن في الزمالك واخد بطولة الكونفدرالية زي ايام زمان، ايام نهضة البركان. ها لا، وانت السادي عايز ترجع لما لقيت نفسك منحس الفرقة التانية وما بتلعبش؟ سبحان الله، اللي بيهرب من الزمالك دايما ربنا مش بيوفقه. خلاص يا كابتن، احنا كنا عايزين ننسى اللي فات ونفتح صفحة جديدة. لا، احنا مش عايزين حد معانا في الفرقة، الواحد مننا بقى شريين، وبعدين احنا عندنا سوبر مانسي دلوقتي بقى خد مكانك. اقول لك على حاجة، روح العب في نادي تاني مع السيد جبنة والواد مانجا وحسن قطة. يا شيكا، انا مشيت من الزمالك عشان المستشار كان مستقصدني، مش كان سايبني في حالي وما كنتش باخد مرتبي، وانت اكتر واحد عارف. حتى لو مستشار كان خلاك كل يوم تفتح النادي بدري وتسيق النادي من أوله لآخره وتلم الشرابات والكور من النادي، مش كنت تمشي بالطريقة دي وبعدها ترجع تقول أنا أهلاوي ومن أهل أهلاوية ولا عملت اعتبار للزمالك؟ بس يعني خلاص مفيش امل ارجع تاني العب في الزمالك؟ مش كفاية كولر ما قعدنا على الدكة وحطيتني بره التشكيل خد بقى. عشان عارف إنك منحس الفرقة وجايب له الضغط، وزي ما قلت لك اللي بيمشي من الزمالك ربنا مش موفقه وبينحس الفرقة التانية. روح بقى اللي يلعب مع الفرقة التانية مع الواد جبنة والواد مانجا والواد قطة.